السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. العربيه اللي معانا دي لانسر شارك موديل 2016 لون قلبك زي ما انت شايف، ما شاء الله حاله ممتازه قوي. والعربيه دي طبعا موجوده في معرض اوتو وهدان. المعرض ده موجود على طريق الشبين حسني امام قريه ده. مش العربيه دي بس اللي موجوده عنده، ما شاء الله عنده عربيات كتير جدا، وهو متخصص اكتر في العربيات الاس يو في. فلو انت عايز عربيه اس يو في، عربيات النهارده بقت سعرها متفاوت، هتلاقي طبعا احسن اسعار موجوده عندهم هنا في المعرض. وكمان الحالات اللي موجوده مش هتلاقيها موجوده عند اي حد، حالات نادره جدا. وطبعا زي ما احنا متعودين ما بنجيبش غير الحالات الفابريك، ولكن النهارده لقينا الكتكوته الصغيره دي. طبعا اللانسر شارك غنيه عن التعريف، والعربيه طبعا شعبيه جدا ومتاحه ومتوفره في اغلب البيوت المصريه. طبعا لما لقينا العربيه بالحاله الممتازه دي حبينا ان احنا نصورها. العربيه كمان لون قلبك، اللون ده مش منتشر كتير، وسعرها كمان سعر ممتاز جدا. هنشوف العربيه دلوقتي مع بعض من الواجهه الاماميه، وبرضه هسيبك انت بعينك كده تشوف الحاله معايا. ما شاء الله حالتها ممتازه قوي، ما فيهاش ولا خربوش واحد ولا جرام بوهيه. كمان الفوانيس اللي موجوده فيها فوانيس عاديه، فوانيس مش LED، فوانيس اللمبات بتاعتها بتكون هالوجين. وكمان هنا موجود فيها فوج لايت في الكشافات السفليه في الاكسدام. كمان عندك هنا الاكسدام هو مش الفيس ليفت اللي هو الدوران، ولكن شكله ممتاز قوي على العربيه. انا سبتك تشوف الواجهه الاماميه كده عشان تتاكد بنفسك وتشوف الحاله بتاعتها. كمان ما شاء الله الاكسدام ما فيهوش بوهيه خالص، حاجات لا تذكر ولكن خرابيش مش بوهيه، فدي حاجه ممتازه. بقى اما نشوف دلوقتي عربيه من احد الاجناب عشان نشوف الحاله العامه ليها عامله ايه مع بعض. يلا بينا. ولكن طبعا قبل ما نروح لجنب العربيه، يا ريت اي حد بيتفرج علينا ما ينساش يدعمنا بلايك للفيديو ويشترك في القناه لو انت مش مشترك، عشان تستفيد معانا باي عروض هنا في القناه. يلا بينا. طيب تعالى بقى اما نشوف دلوقتي مع بعض احد الاجناب بالنسبه للعربيه. معانا الجنب الشمال طبعا زي ما احنا شايفين كده، وهنبص على الحاله بتاعته في السريع. طبعا زي ما انت شايف معايا ما شاء الله، وممكن كمان شويه اجيب لك القلم، لكن للاسف دلوقتي هم شغالين بيه، فكمان شويه كده قبل ما نخلص تصوير لو لحقنا نجيب القلم منهم نشيك لكم برضو على الاماكن. ولكن العربيه اصلا مش محتاجه، ما شاء الله حالتها بتدل عن نفسها. زي ما انت شايف معايا الحاله العامه ما شاء الله ممتازه قوي. كمان برضو دوائر الرفارف والحاجات دي اللي بتكون عرضه ان هي تتخبط او تتعمل على البارد او الكلام ده، ما شاء الله دوائر الرفارف كلها ما فيهاش حاجه خالص، حاجه ممتازه قوي. كمان الاكسدام برضو احنا شفناه من الامام ولا خربوش، فدي حاجه ممتازه قوي. هنشوف بقى الاوبشن كمان اللي موجود. طبعا اول حاجه ملفته هو الجنط بتاع العربيه. طبعا العربيه فيها جنوط سبور ما شاء الله، حاجه ممتازه قوي. والكاوتش اللي موجود فيها حالته برضو كويسه، يعني الانتاج بتاعه برضو جديد، ومقاس الكاوتش هنا 16 205، فدي حاجه كويسه. هنشوف برضو كمان باقي الاوبشن اللي موجود معانا. هنا المرايه بتكون فيها تعديل فقط، ولكن ما بتكونش ضم، لان الفئه اللي معانا دي هي تاني فئه. ويكون فيها برضو اشاره في المرايه، فدي حاجه ما شاء الله ممتازه قوي. هنا كمان بالنسبه لباقي الجنب بتاع العربيه مفيش اي حاجه احنا نسيناها. وبرضو الاوكر هنا بتكون بنفس لون العربيه، فمش محتاجين ان احنا نوضحها. وطبعا السبويلر، ولكن هنبص عليه واحنا بنصور في خلفيه العربيه. يلا بينا تعالى نشوف خلفيه العربيه عشان ما نطولش عليك. طيب تعالى بقى اما نشوف دلوقتي ظهر العربيه مع بعض. ما شاء الله حاجه ممتازه قوي وحاله نظيفه جدا العربيه. كمان هنا الميزه الحلوه اللي في الظهر ان هي فيها سبويلر راكب على الشنطه. وطبعا العربيه دي تاني فئه، ولكن اعتقد ان السبويلر ده متعدل لها، لان العربيه طبعا مش خليجي، فالسبويلر ده ما بيكونش موجود في تاني فئه، لان كنا مصورين تاني فئه ال 18 من كام يوم، فما كانش فيها السبويلر راكب عليه. ولكن برضو ده بيخلي العربيه مرسومه من ظهرها ومخليها شكلها ما شاء الله ممتاز جدا. وطبعا اكيد احنا عارفين فايده السبويلر ان هو بيساعد على الثبات في الجري والكلام ده، تمام. ولكن برضو احنا اللي يهمنا هنا حاله العربيه، الاوبشن والكلام ده كله احنا عارفينه، واكيد احنا سامعين 10000 ريفيو قبل كده عن العربيه. احنا دلوقتي بالنسبه لينا احنا بنعرض حاله العربيه فقط عشان المشتري يستفيد من كل حاجه. وطبعا الميزه اللي احنا بنقدمها ان احنا بنشوف العربيه مع بعض على الصوره كانك بتتفرج معايا هنا بالظبط، ودي طبعا الميزه اللي احنا بنقدمها
وده الحمد لله اللي احنا متميزين بيه. المهم دلوقتي ان زي ما انت شايف معايا حاله العربيه ما شاء الله ممتازه قوي، حاجه حلوه خالص، ما فيهاش غير حته صغيره جدا هنا معموله بالقطنه، ولكن ما فيهاش دهانات، والاكسدام برضو زي ما انت شايف معايا ما شاء الله حاجه ممتازه قوي. فالعربيه زي ما انت شايف معايا ما فيهاش ولا ملحوظه خالص. بالنسبه طبعا للسنسور بارك ما فيهاش سنسور بارك ولا فيها اي حاجه. الكشافات بتاعتها المعروفه خالص، والكشافات هنا بتيجي برضو اضاءه هالوجين ما بتكونش LED. تمام. دي كده كانت نظره سريعه برضو ومفصله عن ظهر العربيه. تعالى يلا بينا لما نشوف سقف العربيه، نحاول نمشي عليه الكاميرا طبعا زي ما احنا متعودين في كل فيديوهاتنا، عشان تكون كل حاجه واضحه معاك في العربيه وتشوف كل حاجه كانك بتتفرج معايا هنا بالظبط. يلا بينا نمشي الكاميرا على السقف كده، نبص عليه مع بعض ونشوف لو في حاجه نشيك مع بعض. يلا بينا. تعالى بقى اما نشوف كده مع بعض. ما شاء الله ادي السقف بتاع العربيه، ما شاء الله حاجه ممتازه قوي زي ما انت شايف معايا، بدون تكليح، بدون خربوش واحد، بدون جرام بوهيه. حاجه ما شاء الله ممتازه قوي بالنسبه لسقف العربيه. هنفتح كده العربيه ونبص عليها، ولكن قبل ما ندخل حابب اوريك المفتاح بتاعها برضو. ادي المفتاح في سنتر لوك فقط، وفي فتح الشنطه، وادي من الناحيه التانيه، ودي ميداليه عاديه كده زي ما انت شايف معايا. كمان الراجل محافظ على كراسي العربيه وعامل لها كسوه، هي للاسف اكياس بلاستيك ولكن يعني هو عامل لها حاجه محافظ عليها. والفرش طبعا بتاع العربيه من القماش زي ما احنا شايفين، فدي حاجه حلوه. فيها كمان هنا كونسول وسطي، وفيها 2 مسند للراس. طبعا ما فيهاش فتحات مكيف لان دي تاني فئه. هنشوف دلوقتي العربيه من الامام. بسم الله. هنشوف طبعا عندنا هنا بالنسبه للكيبورد اللي موجوده، عندك هنا الزجاج السواق بس هو اللي بيكون اوتو، وعندك ضبط للمرايات زي ما انت شايف. وطبعا عندنا هنا زرار تعديل الاضاءه، والطاره بتاعه العربيه بتكون فاضيه خالص زي ما انت شايف. والفرش بتاع العربيه طبعا زي ما اتفقنا من القماش بالكامل. هنشوف عداد العربيه دلوقتي، ولكن العربيه بيكون فيها ايرباج واحد زي ما انت شايف معايا اهو. ايرباج موجود في الطاره، والناحيه التانيه طبعا مفيش ايرباجات. جميل. هندخل دلوقتي ونشوف الاوبشن مع بعض. عداد العربيه طبعا زي ما احنا شايفين ماشيه 110,000 كيلو، فدي برضو حاجه كويسه. العربيه مش ماشيه كتير، حالتها ممتازه قوي. طبعا ما فيهاش خربوش واحد ولا جرام بوهيه زي ما احنا اتفقنا. الكاسيت الاوريجينال بتاع العربيه، طبعا التكييف بتاعها بيكون تكييف عادي بكر كله. والحاله العامه للعربيه ما شاء الله ممتازه قوي. الفتيس بتاعها هنا مساحه التخزين والكلام ده تمام. فكده بالنسبه للعربيه ما شاء الله حالتها ممتازه قوي زي ما احنا اتفرجنا عليها في الريفيو بتاعنا، وشفنا كل التفصيله في العربيه. حاجه ما شاء الله ممتازه قوي. وسعر العربيه طبعا هقوله لك برضو، سعرها فوق 600,000 جنيه. وطبعا اي حد هيجي من خلال الفيديو ده هيتعمل له خصم كويس قوي. هتتواصل معانا طبعا من خلال الارقام اللي موجوده في اول الفيديو، وان شاء الله نعمل لكم خصم كويس، وان شاء الله تركب افضل عربيات من خلالنا. ودعواتكم لينا دائما. كده انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده. كان معكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.